البيض بالبسطرمه معايا؟ البسطرمه ايه يعني دلوقتي؟ ناكل. لسه بدري يا ماما. طب ما هو فطار، اعملك معايا ناكل بيض انت بالبسطرمه. عارفه ان الفطار بنضمه مع الغدا، بنوفر وجبه. توفري وجبه ليه يا هو ماما؟ كتر فلوس يعني؟ اقتصدي يا ماما، اقتصدي يا حبيبتي. اقعدي بس، انا عايزاكي في موضوع. فين ماما؟ اقعدي ما تستعجليش، اقعدي. قعدتي وجيتي؟ صلي على النبي على افضل الصلاه والسلام. جبتها جنبيا. جبتها جنبك. انت عايزه ايه؟ استدركتها عشان احكي لك. استدركتني؟ بصي استدركتني يعني ايه؟ احكي لك حكايات عايزه ايه؟ يعني تاخدي منها موعظه، ماشي؟ لا انا راح اعمل البيض بالبسطرمه، انا هاكل. يا بنت ما قلنا لك ضم الاتنين مع بعض، مش عايزين نتفتح قدام الناس. نتفضح ايه يا ماما؟ هو انت هتعملي زي الناس اللي هم افطار وغدا وعشاء؟ ما ده الطبيعي للناس لا كلها. يا ماما، الفطار ضميه مع الغدا، مع العشاء. والعشاء ممكن كيس بوز ولا اي حاجه. اقتصدي. اقتصد. المهم، انت صليتي لنا على نبينا محمد عليه الصلاه والسلام. هي هتمنعني من الفطار ليه؟ بصوا يا جماعه، النهارده ابص هنا ولا هنا؟ بصي هنا. القصه النهارده والله يعني وانا بقراها زعلت قوي. مش اكتر من زعلي على الفطار اللي راح ده، مش اكتر من زعلي. هتفطر الساعه 5 ما جراش حاجه، زقيها شويه. واخدين بالكم يا جماعه؟ القصه ايه بقى؟ قصه شاب عنده 28 سنه، متجوز وقاعد مع زوجته في امان الله، بيفطروا خلفين عيال. كان في رمضان بيفطروا وقاعدين هيفطروا الحمد لله. فهي قامت مدياله قبل الفطار كوبايه عصير تمر هندي. شرب الكوبايه من هنا ولسه بيغمز وخلص في لحظته. واخدين بالكم؟ صوتت طبعا ولمت الناس، الحقوني. ده كان قاعد كويس معايا. المهم الناس ما خدتش ودة اهله. اما اخوه يعني بيغسلوا كده عشان يكفنوا ويدفنوا كده. علي صوتك. فلاحظ ان وشه في حبة زرقان كده وفي رغاوي طالعة من بقه. فقال ما خدش ودة مع نفسه، قال يمكن يكون ده حاجة طبيعي لحد ميت يعني. المهم دفنوه خلاص. بعد يومين 3 كده جاله في المنام، قال له يا اخويا انا ما متش موتة طبيعية. جاله كذا مرة انا مقتول. المهم شكك بقى في الموضوع ده، افتكر كمان لما جه يغسله شكله ده اللي حطاه في دماغه يعني. المهم راح بلغ رئيس النيابة، قال اخويا اتوفى وكان كويس وحكى لهم الظروف. طيب انت دليلك؟ قال لهم ده كان شكله كذا وبقه كذا. المهم امروا بتخريج الجثه وحللوا له الامعاء، جزء من الامعاء، وحللوا الدم. لقوا فعلا ان هو ميت موته غير طبيعيه بسم فران. طبعا مين اللي كانت معاه في اللحظه دي؟ مراته بقى. بانهم فضلوا يسالوها ويحاوروها وكده، اعترفت بقى وسالوا اهله ايه علاقته، وسالوا اخوه. قال له اخويا اللي رئيس النيابه وكيل النيابه ده كان على طول في مشاكل مع زوجته، بس هو ما بيحكيش سبب المشاكل فلما حصروها بالاسئله اعترفت. قالت طب ايه سبب المشكله؟ قالت كان ليها كذا اخ عاطل، وهو الراجل ده كان خير قوي اللي هو زوجها ده. فقالت له اصرف عليهم زي ما بتصرف على الناس. قال لها لا، دول مش محتاجين، دول يروحوا يشتغلوا ويكسبوا من عرق ايديهم ويجيبوا القرش. جه في دماغها، قالت اقتله وتبان موتة طبيعية واورث فيه بقى، وبقى انا طبعا الوصية على عيالي. انا نفسي اتسدت عن الفطار خلاص. ما هي مشكلة. انا مش عايزه اكل. ما احنا بنوعظ الشباب برضه. لا فطار ولا غدا ولا عشاء. مش مهم. انت ناوي على ايه يا بطوط؟ توفري. انت ناوي على ايه؟ مراته حطت له سم الفيران. انت امي يا ماما. والله العظيم جحده. انت امي ما. وشاب 28 سنة، تخيلي. هي منعتني من الفطار الحمد لله. كل ده عشان تورث وتبقى هي الوصية ليها على العيال وتصرف على اخواتها العواطلية زي ما ما تحب. الكلام ده كان فين؟ في شبرا. المهم قبضوا عليها واتحاكمت محكمة القلوية، والحمد لله خدت حكم اعدام. احسن. الحمد لله رب العالمين. في داهية. ايه بقى؟ هتتعاقب؟ ما ينفعش يعدموها بالسم. دنيا نفسي والله يبقى لا، ده وهي داخله كده نفس اللي هي عملته في الشخص. يعني استفادت كان معيشة عيشة هنية وابو عيالها وعايشة في امان الله، نفعوك اخواتك، خسرتي دنيتك ولسه لما تروحي الاخره ومنعتي واحده غلبانه زي حالات انها تروح تفطر. انا عارفه. منك لله يا شيخ. منك لله بعيده. ده انا نفسي تسدد 2-3 قدام. مش مهم. المهم انا نفسي مقطوعه الحكايه. تصدقي نسيتي اللي انا هقوله تاني مره، بس افتكرت
القصة التانية بقى قريتها على الفيسبوك يا جماعة، بس هي مش جريمة قتل ولا حاجة. والله اه لا اسمها سبحانك يا رب. مش جريمة قتل. القصة الشاب ده بيحكي حكايته وعايز رأي الناس، هل اللي عمله ده صح ولا غلط. ايه هي بقى قصته؟ ايه الشاب ده كان رايح يتقدم لواحدة عشان يتجوز، والده جاب له الشقة، حلو. هو كمل في خلال 6 شهور بقيت لوازم الشقة وكده وايه، وكانت مراته جيت تتقمص بتاع يقول لك ايه ده دلع بنات مش مهم. المهم هو اتجوزها يعني؟ اتجوزها. طيب. بعد 6 شهور ما حضر شقته اتجوزها. حلو. وعاشوا في الاول ايه عاشوا 15 يوم كويسين. ال5 ايام الاولين وداها شرم وكده وفسحها، وال10 ايام التانيين قضاهم في بيتهم وكان مبسوط واخر انبساط. زي الفل. في اليوم ال16 نزل شغل. المهم قعد اسبوعين بس اجازه. 15 يوم ما تنكرش غير ربنا. ما كانش غير ربنا ايه، شهر العسل 30 يوم. شهر ايه؟ طب هو موظف هيجيب منين اجازات؟ خليك واقعيه يا ماما. انت خدتيه هم ايه اختصروه انت كده؟ على نفسك خدتيه شهر. ايوه خدتيه على كامل. ايامي كان شهر والله. لا كان مختصر. انا على ايامي بلاش احكي عشان الناس ما تضحكش. لكن على ايامي انا كان 30 يوم، انا مش عارفه في ايه. ايام ما بقاش في حاجه فيها بركه. كل مدى الدنيا ايه. المهم ايه، نسيها زي ما هي ما بتنسيني. المهم الحمد لله. وهو في شغله يا جماعه لقى تليفون رن عليه. ده في اليوم ال16. وهو في شغله في ايه، انت استاذ فلان؟ قال له انا ايه اللي هو بتاع اسمه ايه بتاع العماره اسمه ايه؟ بواب. لا زي رئيس ملاك العماره. رئيس اتحاد الملاك. اتحاد الملاك. المهم قال له انا عايزك في حاجه مهمه جدا، ويا ريت بخصوص ايه؟ قال له بخصوص المدام، ويا ريت ما تقولهاش حاجه وتجيلي دلوقتي لو تقدر. بخصوص المدام. بس ارجو ان انت ما تقولهاش حاجه. قال له طيب. المهم ايه، عمل اذن وراح يجري. قال لك في ايه؟ عايز ايه بخصوص المدام؟ لا هو بتاع المقله والفكهاني قاعدين مستنيينه. قال له يا استاذ احنا ملاحظين حاجه. قال له ايه؟ قال له انت تنزل من هنا ويطلع لها واد ساكن في البلوك اللي وراهم دي ولا في العماره اللي وراهم، وبيطلع لها كده ويقعد بالساعات يمشي قبل انت ما تيجي بحاجه بسيطه. وستاتنا كلموا زوجتك. لحقت تخونه؟ بعد بعد اسبوعين. قالت له ايه السرعه دي؟ قالت لهم مالكوش فيه انا حره. وهو بيقول للناس ايه، يقول له انت رايح فين؟ يقول لهم دي اختي. دي بجاحه. فقالوا احنا شكينا اخت ايه دي اللي هيجي لها كل يوم يعني. فالمهم قالوا له كده. هو بقى عينيه مرت ودمه غلي طبعا. فايه المهم طلع اللي على الشقه يحاول يفتح بالمفتاح، الترباس مقفول عامله نفسها نايمه. علي صوتك. الترباس مقفول عامله نفسها نايمه. فضل يضرب الجرس وبتاع، فتحت له ايه بس مربوك. قالت له انا كنت نايمه اهلا ومش عارف. حس في وشها ايه القلق. دخل يدور في الشقه في اوضه الانتريه لقى في وشه. قام خارج قال له لو استعملت معايا العنف او اي تهور هقتلك، مش هتمشي من هنا على رجلك وانت حر. يا نهار اسود. المهم بيقول انا ما اعرفش ازاي انا سبته مشي، وهي بنفس القميص النوم اللي هي بتلبسهولي ظاهره بيه. المهم مشي. قام متصل باهلها هي، حكى لهم قال لهم تعالوا خدوا بنتكم الوضع كذا كذا. اما جم طبعا ما قدرش يتكلم. طب انت طلباتك ايه؟ قال لهم هستر عليها بس ملهاش اي حاجه في الشقه، كفايه ان انا هسترها بس. ده مسك اعصابه بطريقه غريبه قوي. فبيسال الناس هل انا كده اتصرفت صح، ولا كان المفروض اعمل جنايه مع الواد او اقتلها، ولو قتلتها هو وجهه نظره قال لك انا فكرت في لحظتها خساره ان اخد فيها ساعه حبس. ده ايه دول اعصاب؟ قال لك كده انا هاخد براءه يعني دفاع عن النفس. طبعا دفاع عن العرض. بس انا ما اعرفش ازاي مسكت اعصابي عنها وقلت خساره ان دي اخد فيها ساعه حبس. وهي قال ايه اسمها امينه، واخده بالك؟ فانتوا قولوا رايكم. ايه البرود ده؟ لا ده كده كويس. ايه البرود ده ربنا بيحبه ان مسك اعصابه. هو ازاي يعني اصلا شغل دماغه في اللحظه لو دي؟ دخل في صراع مع الواد، ما الواد بلطجي ممكن يموته. ازاي شغل دماغه؟ وممكن يتحد هو والبنت ويعملوا فيه مصيبه. هو طلع مخه صح، غورها في داهيه وفي نفس الوقت حاجتها كلها موجوده. هي استفادت ايه؟ قبل 20 يوم روحت لاهلها. كفايه منظرها. هي ايه، ما كانتش متجوزاه عن حب يعني، ولا متجوزاه غصب عنها ولا ايه؟ عشان خاطر ان هي تروح تقول بالوضع ده ففي حاجه غلط.
اكيد في طبعها الخيانه، الله اعلم بيها بقى. لا اكيد هي متجوزاه بقى غصب عنها او حاجه زي كده. طب غصب ما اصل دي لسه دي عروسه يعني دي بس الواد ايه ده يعني. اكيد ما عرفتوش الا لما سكنت في المكان. ممكن تكون كانت بتحب الولد ده قبل ما تتجوز جوزها ده. ده ساكن في العماره اللي وراه. او ما اعمل لك بقى جنزبيل. سيبيني بس اكمل. هتكملي نشفت ايه؟ انت ريق. الكحه عندك صعب، اعمل لك جنزبيل. والله يا جماعه نشفت ريق. انسي الحوادث، اعمل لك يا جنزبيل. بنت لا، ما هم دول يعني مفيش استحاله كل كانت عارفاه ده ساكن. هم سكنوا وداد وهو وراه. فدي استفادت ايه نفسها فين برضه؟ ما جوزها قدامها قبل استفادت ايه؟ زي ما انت استفدت ايه ان انت تمنعيني من الفطار، بتستفادوا ايه؟ عشان اوعظك خلي بالك. انا اتوعظت. اوعظ شبابنا. انا اتوعظت اما خلاص. تيجوا تختاروا ما تختاروش الجمال، اختاروا الدين يا جماعه. الدين اهم حاجه، والاهل والعيله تبقى على كلام. النسب لان عيلتين بيتجوزوا مش بس ولد والخطوبه دي وبنت. فتره اختبار. انت لقيتها قماصه وطبيعها مش حلوه، ليه كملت؟ ليه بيحبها. كملت الجوازه؟ حب ايه؟ ما هو الحب اهو في الاخر جه على دماغه. يلا ربنا يوفق الناس. اكتبوا بس ايه هقوم اعمل لك بقى تعليق. جنزبيل واقوم اعمل لي انا بقى الفطار. انا نفسي ما تسددش برضه والله لو عملت ايه. احكي لك حكايه. لا خلاص اشوفكم على خير يعني يا على تحت جماعه. الخدمه. نشوفكم على خير في قولوا الفيديوهات لنا اللي بس جايه. رايكم في التعليقات. ايه رايكم في الولد ده اللي هو جوز امينه وهي مش امينه؟ ايه رايكم؟ هل اتصرف صح ولا لا؟ ورايكم في الجريمه الاولانيه اللي ربنا ينتقم منها، ربنا هيخلص منها دنيا واخره ان شاء الله. اشوفكم على خير. السلام عليكم يا جماعه.